مساء الخير يا جماعه، معاكم كابتن رانيا هريدي. انا النهارده هعلمكم تسوقوا السكوتر حتى لو ما تعرفوش تسوقوا عجل. احنا النهارده هنتعرف في اول سيشن مع بعض على تفاصيل السكوتر، كل محتوياته، بنزين، فرامل، سنساته، وازاي الطلعه وازاي الوقفه مع بعض. احنا عندنا هنا السكوتر كل شغلنا في الايد، مفيش اي حاجه في الرجل. تمام. عندي بكره البنزين تبقى على طول في ايديا بالشكل ده. اوكي، باجي ازود بنزين يبقى عليا، اسيب بنزين يبقى العكس. اوكي، بس ايدي ما تتشالش من على البنزين. خلاص. عندي الدراع دوت بتاع الفرامل الاماميه، اعتبرها انها مش موجوده اصلا، دي هنستخدمها بس قدام شويه لما تبقي محترفه شويه في السواقه. اوكي، عشان هي ليها استخدام معين. عندي الدراع دوت فرامل خلفيه، ده مصدر امان بالنسبه لي، ما اسيبش ايدي من عليها، اسنطر ايدي طول الوقت عشان لما احتاجها الاقيها. احنا بندور السكوتر من الكونتاج، بفتح الكونتاج بتاعي عشان اوصل الكهرباء للسكوتر. اوكي، بشغل باور مع سنه فرامل كده دار السكوتر. اوكي كده. انا عندي الزرار دوت بتاع الكشاف. تمام. وهنا عندي الزرار ده عالي الواطي بتاعه. اوكي، عندي الاشارات بتاعتي، ادخل شمال بدي اشاره شمال، ادخل يمين بدي اشاره يمين، وده مهم جدا عشان ادي اوردر للي ورايا انا اتجاهاتي رايحه فين. ده الكلاكس. اوكي، الكلاكس ده مهم جدا عشان احنا كسكوتر ما بنشافش على الطريق. وده الجاكمان. اوكي، اللي بيعمل عمليه استخراج للبنزين. عندي دي مروحه اللي بتعمل عمليه التبريد للسكوتر كله. عندي هنا الموتور بتاعي. اوكي، وهنا الفلتر بتاعي. فالفلتر دوت لازم كل ما اغير تغيير الزيت لازم ابص بصه على الفلتر عشان يفضل الموتور بتاعتي بحاله كويسه. ودي ده السيفتي بتاعنا، لازم طول ما احنا هنطلع على طريق لازم اكون لابسه الخوذه بتاعتي عشان اكون في امان. اهم حاجه لازم تعرفيها وانت سايقه، لازم تحافظي على نفسك كويس جدا، وتحافظي على الناس اللي حواليكي، وتحافظي على السكوتر، وتحافظي على العربيات. دي مسؤوليه ولازم تبقي قدها. تاني سيشن مع بعض بنتدرب على المسافات القصيره، ازاي تقدري تتحكمي في البنزين، وازاي تقدري تتحكمي في الفرامل وانت رجليكي تحت. ومعانا تالت سيشن بنخلي المتدربه تاخد مسافات اطول وتتعود انها تمشي بالسكوتر مسافه ابعد وهي رجليها تحت، لحد ما تطمن عليها ان هي بدات توازن نفسها على السكوتر، وتبتدي واحده واحده ترفع رجليها. وده ما بيحصلش غير اخر ربع ساعه من السيشن الثالث. ومعانا رابع سيشن بخليها تاخد مسافات طويله وهي رجليها فوق، واكون مطمنه عليها ان هي واخده السيفتي بتاعها ومتوازنه نفسها على السكوتر، وابتدي بقى اعلمها الزجزاج. وفايده الزجزاج معانا توازن، توجيه، تحكم، واكون مطمنه عليها ان هي تقدر تطلع بره في الطرق في المسافات الطويله بكل سهوله لما تقابل زحمه ولا تطلع من عربيه لعربيه، عشان تبقى ماشيه بامان اكتر. وكده يبقى احنا انتهينا من الكورس بتاعنا، واقدر كده اكون مطمنه جدا على المتدربه اللي معايا انها تقدر تواجه بره الطريق بكل امان وكل سيفتي. ولو عندكم اي استفسارات او اي اسئله تقدروا تبعتوا لنا في الكومنتات وانا هرد عليكم.